كنت باتكلم مع صديق ليّا يعني عن إزاي الmarket اليومين دول في طبيعة الشغل، وإن كل واحد لازم يمسك بإيده وأسنانه في الشغل اللي هو فيه، ويقدّم تضحيات وهكذا، لإن الmarket واقع وما فيش شغل كتير. بس أنا بصراحة قُلت له الجملتين دول وحبيت أقولهم لكل الناس. الخوف الكتير إن أنت تفقد وظيفتك أو يحصل معاك حاجة مش كويس، لإن ممكن إن أنت لمّا تفقد الوظيفة دي بتكون في حاجة تانية مستخبية أنت مش عارفها، لازم تتحرّك عليها. آمم ب ب بتتفاجئ بقى ساعتها، لإن بُص ربنا عمره ما هيعمل حاجة وِحشة في أي حد. طبعًا موضوع عدم الأمان ده موجود في كل حتّة، وخاصةً عندنا هنا لإن إحنا ما عندناش التزامات أو عقود معيّنة. يعني أنت لو تاني يوم لقيت إن أنت في فرصة عمل تانية بتروح تدّيهم ال2 weeks notice أو تقول لهم خلاص أنا مضطر أسيب الشغل عشان في فرصة تانية جات لي، وبيقولوا لك عادي. وفي نفس الوقت في الاتجاه الآخر ممكن الوظيفة ييجوا تاني يوم يقولوا لك مع السلامة إحنا مش عاوزينك. بس تتفاجئ أنت بقى بعد كده وأنت في بتقدّم على شغل تاني أو تلاقي شغل تاني، تلاقي نفْسك بتعمل ضعفين أو 3 أضعاف الشغل اللي أنت فيه. فساعتها بقى هتكتشف الblessing أو إزاي ربنا كان مخبّي لك حاجة كويسة. دي اللي دايمًا بنقول لك ما تعرفش ربنا مخبّي لك إيه. فثق في ربنا دايمًا وما تخافش واتكل على الله، وطول ما أنت بتعمل خير وماشي صح، ربنا دايمًا هيوفّقك وهيدلّك على الطريق الصحيح.